لو مفكرين الكوكيز مجرد بسكوت، لا يبقى انتوا لسه ما جربتوش الكوكيز اللي هنعمله النهارده. هنعمله بمكونات وطريقة اعداد في منتهى السهولة، وطعمه بقى بيبقى حلو قوي قوي ومش هتقدروا تقاوموا. هتاخدوا منه واحدة ورا التانية ورا التالتة من غير ما تحسوا. بس كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو، لو لسه ما اشتركتوش في قناة اليوتيوب اتمنى دلوقتي تروحوا تشتركوا وتعملوا لي لايك وشير للفيديو ده. ومبدئيا كده كل المقادير بالجرامات وبالكوبايات هكتبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو، وهنقول برضو المقادير واحنا شغالين. عندي كوباية إلا معلقة كبيرة من الزبدة، يدوب كده دوبتها على النار، وبحط كمان كوباية إلا ربع من السكر البني. تقدروا تستخدموا سكر أبيض الكمية كلها وتحطوا عليهم معلقة كبيرة كده من العسل الأسود وتقلبوهم مع بعض لحد ما السكر يبقى رطب كده وباللون ده. بنحطهم مع الزبدة وندوب بقى الزبدة مع السكر كويس قوي، يعني مجرد ما احس ان السكر بدأ يدوب كده بننزل عليهم كده بمعلقة كبيرة من الفانيليا، ونكتر فانيليا شوية لانها بتدي طعم حلو قوي للكوكيز، غير انها بتشيل زفارة البيض. بنديهم كده تقلبتين مع بعض، وبعد كده بننزل بحبتين من البيض، وبنقلب بقى كويس قوي بالمضرب اليدوي بالمعلقة لحد ما البيض يبتدي يختفي عندي. علشان برضو أتأكد إن البيض اختفى عندي والسكر داب تماما، بضربهم كده ضربتين 3 بالمضرب الكهربائي. ممكن تعملوا الخطوة دي بالمضرب اليدوي، مفيش أي مشكلة. المهم نفضل نخفق فيهم كده بالمضرب اليدوي لحد ما نتأكد إن السكر داب تماما والبيض هو كمان يكون اختفى تماما بالشكل ده كده. للدقيق هنحتاج كوبايتين وربع، 320 جرام من الدقيق. بحط عليهم 6 جرام من البيكنج باودر، يعني معلقة صغيرة كده، ونص معلقة صغيرة من الملح، وبقلبهم بقى كويس قوي مع بعض لحد ما الدقيق عندي يختفي. وبعد لما بنقلب الدقيق مع السوائل كويس قوي وحسينا ان العجينة شوية بتلزق او شوية طرية قوي، هنضيف لها كده معلقة كبيرة من الدقيق ونقلبهم تاني مع بعض لحد ما المعلقة اللي احنا حطيناها تختفي هي كمان. تمام قوي كده، وده بيبقى قوام العجينة، بتبقى طرية وما بتلزقش في الايد. بنبتدي بقى نضيف الحاجات اللي احنا حابينها زي الشوكولاتة او المكسرات. تلت كوباية من المكسرات المتكسرة كده او اللي هي المجروشة، وعندي بقى 200 جرام من الشوكولاتة مقطعوها لمكعبات صغيرة كده، او ممكن تستخدموا شوكولات شيبس لو عندكم متاح. بس الشوكولاتة دي بتبقى حلوة قوي في الكوكيز وبتسيح كمان جوه الكوكيز وبتدينا طعم حلو قوي. بعد كده بقى بناخد قطعة من العجين ونوزنها. انا عملت القطعة 80 جرام بالظبط، يعني طلعت معايا بحجم البرتقانية الصغيرة كده. ممكن تقللوا الحجم عن كده لو حابين. بنكورهم كلهم بالشكل ده كده ونرصهم بقى في صينية جنب بعض، كل واحدة والتانية ما بينهم مسافة كده كويسة. وباخد بقى الصينية زي ما هي كده واحطها في الفريزر 15 دقيقة بالظبط. وفي الخطوة دي لو عايزين الكوكيز يفضل محتفظ بشكله ويبقى مبطط كده، دخلوه الفريزر 15 دقيقة زي ما قلت لكم. لكن لو عايزينه يفرش في الفرن وقت السوى، يبقى هتسيبوه من 5 ل10 دقايق بس كفاية. وأول ما الكوكيز عندي يعدي عليه 15 دقيقة ويبتدي كده يتماسك، بخرجه بقى واحط على وشه قطع من الشوكولاتة بالشكل ده. وفي الوقت ده بكون مشغلة الفرن على 180. هاخد الصينية واحطها على الرف الوسطاني. هياخدوا في الفرن قد ايه؟ هياخدوا من 10 ل 15 دقيقة بالكتير، واخر حاجة كده او اخر دقيقة بولع لهم الشواية ياخدوا اللون الحلو ده. انا سويت ال5 قطع دول بس، والعجينة اللي اتبقت عندي كورتهم وحطيتهم كده في علبة كبيرة وحطيتهم في الفريزر. وقت بقى لما عاوزة اسويهم هحطهم او ارصهم على الصينية وادخلهم الفرن. هيبقوا حلوين قوي للولاد وهم رايحين المدرسة. احط ليهم واحدة كده ولا حاجة في اللانش بوكس تفضل سخنة والشوكولاتة فيها سايحة. بجد لو ما جربتوش طريقة الكوكيز دي فايتكم كتير. الكوكيز طرية من جوه كده واخدة سنة قرمشة من بره رهيبة.
طعمها بيبقى خطير، هتاخدوا منها قطعة ورا التانية ومش هتشبعوا منها، فادجي كده من جوه وناعمة من بره وحاجة كده في منتهى الجمال. الشوكولاتة مع المكسرات المقرمشة مع الكوكيز الفادجي والمقرمش من بره، الطعم بجد رهيب. تقدروا تستغنوا عن المكسرات وتقدروا تضيفوها لو ولادكم ما بيحبوهاش، مش هيحسوا بطعمها قوي في الكوكيز. اتمنى بقى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، بحب جدا اقرا الكومنتات بتاعتكم وكمان ارد عليها. هستناكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم، ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة يا حلوين.